السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدعو محمد رمضان يضرب أحد متابعيه الذين أرادوا أن يتصوروا معه، وقبل فترة قصيرة قام المدعو بالفنان عمرو دياب بضرب متابع له أيضا. فلنشاهد هذا الفيديو. لقيتهم في مشادة بالإيد بينه وبينه، يعني بس ده اللي حصل. ولقيته بيقول له طب هات الموبايل، أنت اسمك إيه؟ هو خدها في الأول بهزار يعني. أمر مؤلم وعجيب عندما تصنع شخصا وتضعه في غير مكانه الصحيح ويخيب أملك به فجأة. رسالتي للأشخاص المصفوعين: صدقوني يا أصدقائي، أنتم السبب. نعم، أنتم السبب ولا أحد آخر. لا تندبوا حظكم، أنتم من كبرتموهم وجعلتوهم بهذا الحجم وهذا الكبر، والسبب أنكم غيرتم المفاهيم وجعلتم من التافهين نجوما. فبالله عليكم، ماذا فعل هؤلاء النجوم وماذا استفادت منهم الأمة قاطبة؟ على سبيل المثال ما يسمى بالفنان محمد رمضان، لم نستفد منه إلا أن أخرج لنا جيلا كاملا من البلطجية وقلب المفاهيم ليصبح البطل من يحتسي الخمور وينام في أحضان الراقصات والمتعريات ويعتدي على الناس، من يقتل الناس ويأخذ حقه بيده بعيدا عن الشرع والقانون والعرف، وكأنه يعيش في غابة بتنا نسميه قدوة وبطل وفنان. وفي كثير من الأحيان يطلق عليه بطل الفيلم أو بطل المسلسل. فعلا أمرهم عجيب، وهذا ليس الوحيد. فمنذ فترة ليست بالطويلة قام ما يسمى بالفنان عمرو دياب صفع معجب أيضا أراد أن يتصور معه. فلنشاهد هذا الفيديو الجميل بما أنه موسم الصفعات. هذا المدعو عمرو دياب بلغ من العمر عتيا وليس صغيرا، لكن المفاجئ إطلالته الأخيرة. فلنشاهد هذا الفيديو. صوتي سعيد جدا النهارده في الرياض، بلد الحبيب القلبي. بشكر معالي المستشار ان اتاح لي الفرصه ان ابقى موجود هنا في جوله المملكه، وفرحان جدا. وانا قلتها في مسرح الفنان الكبير محمد عبده، شيء يشرفني، ويا رب دايما كده ابقى معاكم على طول. تخيل ان هذا الشخص الذي شاهدناه آنفا يبلغ من العمر 70. هل ركزت على شكله؟ حلق ووشوم غريبة. سبحان الله، فعلا أن أثر المعصية يظهر على الوجه والشكل، وأثر الالتزام والهدى يظهر على الشكل أيضا، ويعطي المسلم الملتزم هيبة ووقار لا يعلم بها إلا الله. ورسالتنا الأخيرة: فلنصحح سيرنا وقدواتنا ليصلح حالنا، ولنتعلم من نعظم ومن نصغر، وهذا لكي لا نأخذ صفعات متكررة كما أخذها هذان المسكينين. كنت معكم أنا أخوكم نورس المجارح، أحبكم في الله. لا تنسونا من صالح دعائكم.